الافروسنتريك بيحتلوا مصر. المصريين اصلهم زنوج. المصريين اولاد الجيوش المحتله مش احفاد الفراعنه. الزنوج هم اصل كل الحضارات. توت عنخ امون وابو الهول في الاصل زنوج. دي مجموعه من المعتقدات اللي الافروسنتريك بيحاولوا يزرعوها في عقول الناس، يثبتوا ان الزنوج او السود كما يطلق عليهم البعض اساس كل الحضارات. ولازم كلنا نعرف ان الموضوع ده مهم جدا وشائك، لان ممكن في يوم وليله نلاقي ان القضيه الفلسطينيه بتتعاد للمره الثانيه، بس بدل اليهود مع فلسطين هيبقى مصر مع الافارقه السود. وفي البدايه علشان نفهم اللي بيحصل هنتكلم عن حاجه بسيطه من القضيه الفلسطينيه. وقت ما اليهود لقوا نفسهم مضطهدين من العالم قرروا انهم يبعدوا، وده عن طريق انهم يستقروا في ارض تكون ملكهم ومقرهم، وكانوا شايفين ان فلسطين هي ارض اجدادهم وهي انسب مكان انه يكون مقر ليهم. واستمرت الاحداث لحد وقتنا الحالي، وهي احداث معروفه لينا كلنا. للاسف الشريط بيعيد نفسه للمره الثانيه مع الافروسنتريك او المركزيه الافريقيه. والافروسنتريك حركه ظهرت في عشرينات وثلاثينات القرن العشرين، واللي اسسوها كانوا الافرو امريكان او الامريكان الافارقه، اللي عاشوا طول عمرهم في اضطهاد وعبوديه، لان الامريكان كانوا دايما بيعتبروهم مواطنين درجه تانية ومش زي عامه الشعب الامريكي. وده طبعا كان شيء مكروه للافارقه وما كانوش موافقين بالتعامل ده، وكانوا بيحاولوا بكل الطرق انهم يثبتوا مكانتهم، وبالفعل قدروا يوصلوا للبيت الابيض، وده شيء اليهود نفسهم ما قدروش يعملوه. ورغم انهم وصلوا لكل ده لكن ما كانش كفايه بالنسبه لهم، وكانوا مصممين انهم يثبتوا للامريكان انهم جامدين جدا ومحدش زيهم، وان الحضاره الزنجيه هي اصل كل الحضارات مش اي حضاره تانية، وان حتى الحضاره المصريه اللي العالم كله بيتكلم عن عظمتها هي اساسها من الزنوج، وان المصريين القدماء في الاصل سود. والدليل على كده الوان التماثيل بتاعتهم واشكالهم في المخطوطات والجداريات، وانك لو بصيت على ملامحهم هتلاقيها ملامح زنجيه اصيله بلا اي شك. وان المصريين اللي لون بشرتهم قمحي الموجودين حاليا في مصر مش هم المصريين الاصليين. ومن اكبر المؤيدين لحركه الافروسنتريك الباحث السنغالي انت ديوب، اللي الف كتاب الاصول الزنجيه للحضاره المصريه، اللي بيحاول يثبت فيه ان السود هم اساس الحضاره الغربيه. طبعا هتقول لي ازاي؟ الحضاره الاوروبيه في الاساس اتخذت من الحضاره اليونانيه، والحضاره اليونانيه اتخذت من الحضاره المصريه القديمه. وطبعا انت ديوب شايف ان الزنوج هم اصل الحضاره المصريه القديمه، يبقى بالتالي الزنوج هم اساس حضاره الغرب. والحجه اللي بيقولها علشان يثبت ان المصريين اساسهم زنوج ان مصر دوله افريقيه يبقى اساسها الافارقه، وشايفين ان هيرودوت قائل عباره مصر هبه النيل ايد كلامهم، وانه لما جه مصر لقى اهلها بشرتهم سودة وشعرهم اقرط وحتى مناخيرهم كبيره زي مناخير الزنوج بالظبط. وان حتى المؤرخ الكبير ديوتور الصقلي قال ان المصريين والاثيوبيين شبه بعض ومن اصل واحد، يعني الاثنين زنوج. وكمان بيأيدوا كلامهم بتمثال الملكه تي ام اخناتون وجدة توت عنخ امون، وبتمثال توت عنخ امون عشان تمثال الملكه تي لونه اسمر وشعرها اقرط ومناخيرها كبيره، يعني ملامح زنجيه اصيله. وان تمثال توت عنخ امون كمان بيتمتع بالملامح الزنجيه، يعني بالنسبه لهم شمال يمين الحضاره المصريه اساسها الزنوج. وشايفين كمان ان اكتر حاجه بتثبت كلامهم وجود جداريات للسود وهم ماسكين قصر بيض، وبيقولوا ان الامريكان لما بيلاقوا اي جداريه زي دي بيهدموها، وانهم بيكسروا مناخير اي تمثال علشان ما يبقاش دليل على ملامحه الزنجيه، زي ما عملوا مع تمثال ابو الهول، لان التمثال ده في الاصل معمول بملامح زنجيه. وهم بيعملوا كل ده علشان يثبتوا ان الزنوج مش اصل الحضاره المصريه. هتقولي والامريكان هيستفادوا ايه؟ من وجهه نظر الزنوج استفادتهم انهم يطمسوا حضارتهم عشان ما يبقاش الحضاره العظيمه دي بتاعه العرق اللي هم بيستعبدوه. ومن المعتقدات الغريبه للافروسنتريك ان المصريين القمحويين اللي عايشين على ارض مصر دلوقتي مش احفاد المصريين القدماء، لان خلاص عرفنا ان المصريين اصلهم زنوج. والسؤال اللي المفروض يتسال دلوقتي، المصريين القمحويين اللي موجودين جم منين؟ واجابه السود اننا كمصريين يعني جينا بسبب اختلاط الانساب، وان السكان الاصليين الزنوج سابوا البلد وقت الحرب، حروب الفرس واليونان، واستقروا في الجنوب، واللي بقى منهم متجوزين من الفرس واليونان والمحتلين، وخلفوا المصريين اصحاب البشره القمحيه، يعني المصريين طلعوا في الاخر اولاد الجيوش المحتله. كل ده بيوصلنا لنقطه ان السود دلوقتي بيطالبوا بالارض بتاعتهم اللي هي طبعا مصر، لانها ارض اجدادهم اللي اتطردوا ومشوا منها زمان، وانهم محتاجين يعملوا رقعه افريقيه تضم الدول الافريقيه تكون عاصمتها مصر، وتكون مركز لاصحاب البشره السمراء، وتكون جامعه لكل الاديان ما فيهاش دين محدد. وحتى اللغه مش هتبقى اللغه المصريه العاميه زي دلوقتي او العربيه الفصحى زي زمان او حتى القبطيه، هتكون اللغه افريقيه وهيكون اغلب السكان من السود. طب وبالنسبه للمصريين شايفين اننا يا نعيش اقليه زي زمان زي ما هم عاشوا في امريكا، او نرجع بلاد اجدادنا الفرس واليونان؟ متخيلين 100 مليون نسمه فاكثر هيبقوا اقليه؟ شفنا جنب الافروسنتريك بمعتقداتهم، نشوف بقى جنب الحقائق التاريخيه. الحقيقه ان هيرودوت جه مصر في القرن ال15 قبل الميلاد
يعني من 250 سنة. يعني الحضارة المصرية كانت خلاص وصلت لأعلى مراحل التقدم والحضارة وخلصت كل ده. وفي مرحلة من مراحل ضعف الحكام جه ملك زنجي اسمه بعانخين، تجرأ وعرف يغزو مصر سنة 736 قبل الميلاد. وطبعا مش هيجي يغزو مصر لوحده، كان جايب معاه جيش كبير من الأفارقة والزنوج، وفي منهم أكيد كمل حياته في مصر واتجوز وخلف. وده معناها إن الزنوج بالفعل حكموا مصر، بس حكموها كمحتلين مش أصحاب أرض. ولما هيرودوت جه مصر جه بعد بعانخين حوالي 250 سنة، وشاف أحفاد الزنوج وقال إن المصريين زنوج، وده طبعا غلط، دول أولاد المحتلين اللي بعد ما الحضارة خلصت كانوا موجودين. كده معناها إن شهادة هيرودوت ملهاش أي أساس من الصحة. دلوقتي دور الصقلي ده أصلا جه بعد هيرودوت ب 450 سنة، وده برضو معناها إن الحضارة المصرية كانت انتهت من قرون، وإن المصريين والأثيوبيين اللي شافهم من أصل واحد مفيش أي دليل واحد على كلامه. مش أي حد هيطلع يقول حاجة من زمان هتبقى كلام مصدق، هو بشر وممكن يكون مش كلام حقيقي عادي جدا. وبالنسبة للجداريات والرسوم اللي السود ماسكين فيها قصر بيض، وده قلنا فعلا إن الزنوج احتلوا مصر بعد ما ضعفت أواخر العهد القديم. وبعيدا عن كل ده، الجداريات دي بتأكد إن المصريين القدماء الأصليين أمحاويين مش زنوج وانتم مجرد محتلين، وإن المصريين اللي خسروا الحرب أمام الملك كوش وجيشه الأسود اتاخدوا في الأسر. أما الملكة تي دي كانت زنجية فعلا، بس دي ما كانتش ملكة، كانت من رعايا المصريين السود في الجنوب قريب من النوبة. والملك أمنحتب الثاني اتجوزها وخلف منها ابنه اخناتون. ولو توت عنخ آمون طالع ببشرة سمراء عادي جدا انه يكون وارث جدته، ومش دليل نهائي ان الحضارة المصرية اصلها زنوج. وبالنسبة للمستكشفين الاوروبيين اللي بيكسروا مناخير التمثال عشان ما يبينش انه زنجي، مش حقيقة. مجدي شاكر كبير الاثريين قال ان المصريين القدماء كان عندهم عادة كسر مناخير التمثال عشان ما يتنفس. طبعا هتقولي هو في تمثال بيتنفس؟ هقولك دي معتقداتهم اللي خلاهم بيدفنوا مع الميت ادواته علشان يستخدمها في الحياة التانية. مش بعيد انهم يبقوا شايفين ان التمثال بيتنفس، وكانوا بيعملوا ده خصوصا علشان التمثال يكمل رحلته مع صاحبه للعالم الاخر. وده ما كانش مجرد كلام، دي حاجات مثبوته في فرديات الكهنه. وبالنسبه لمناخير ابو الهول دي القصص اللي اتقالت عنها كتير جدا، بس برضو ملهاش علاقه بالذنوب. وبالنسبه للتماثيل اللي بيقولوا ان لونها اسود، دكتور حسن عبد البصير مدير متحف مكتبه اسكندريه وغيره كتير من العلماء قالوا ان اللون الاسود اللي بيدهنوا بالتمثال رمز للاله اوزوريس اله العالم الاخر، وملوش اي علاقه خالص بلون بشره صاحب التمثال. يعني كل الحاجات بتاعتكم وهي الكلام كتير والمعتقدات اكتر، بس في الاخر معروف الاصل فين والحضاره فين. ومش لازم اي كلام يتقال من اي حد حتى لو كان معروف يتصدق. ولو لسه بتتفرج على الفيديو لحد دلوقتي ما تنساش اللايك والشير علشان نفضل نجيب الكلام اللي بين السطور.